مع طلوع فجر 17 رمضان الجيشين اصطفوا عند بدر. قريش جايين ب1000 مقاتل ومعاهم الخيل والسلاح، والمسلمين ما كانوش غير 313 راجل بس. أغلبهم كان من غير عدة ولا تجهيز، بس قلوبهم كانت ثابتة وعيونهم شايفة وعد ربنا. المعركة بدأت بالمبارزة. خرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابن الوليد من صفوف قريش، ومن المسلمين خرج 3: علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث. القتال كان شديد، لكن النصر كان حليف للمسلمين، وسقط أشراف قريش قدام عيون جيشهم. بعدها التحم الجيشين، السيوف كانت بتتصادم والرمال كانت بتتطاير والتكبيرات ملت المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان واقف بيدعو من قلبه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فنزل وعد ربنا وبيقول: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. الموازين اتقلبت في لحظة، والكفار تشتتوا، والمسلمين قلوبهم كانت ثابتة. وفي النهاية 70 من قريش قتلوا، وعلى رأسهم أبو جهل، و70 كمان اتأثروا. أما شهداء المسلمين فكانوا تقريبا 14 رجل. واللي حصل مع الأسرة كان جديد على العرب. بعضهم افتدي بالمال، وبعضهم افتدي انه يعلم المسلمين القراءة والكتابة، وده كان رحمة قبل ما يكون قوة، وعلم قبل ما يكون سيف. وهكذا بدر ما كانتش مجرد معركة، دي كانت يوم الفرقان، اليوم اللي فرق ربنا فيه بين الحق والباطل، واللي بدأ منه الإسلام ياخد مكانه في شبه الجزيرة.